القضية. السلام عليكم. موضوعنا في هذه الحلقة هو الأحداث اللي صارت في مدينة نالتشيك بقبردين وبلقاريا يومين اللي هم 13 و 14 تشرين أول سنة 2005. في هذاك اليوم صار هجوم كبير جدا على 9 مراكز للسلطات الروسية في نالتشيك. وكالة أجنتورا الروسية اللي نقلت الخبر قالت إنه الهجوم استهدف 9 محلات أو 9 نقاط. مركز تي لخدمة مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية، مكتب منظمة أمن الدولة الإف إس بي اللي هو خليفة الكي جي بي الشهير، حرس الحدود التابع للإف إس بي، وحدة أومون شبه عسكرية هذه ميليشيا مكافحة الشغب، ولواء دوريات الطرق والشرطة، مديرية خدمة الضرائب الفيدرالية، مكتب التسجيل والتطوع العسكري اللي بسموه فينكومات، مطار نالتشيك، والإدارة الإقليمية لنظام السجون الروسي. أيضا كنقطة 10 هجمت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في نالتشيك بمحض الصدفة. الهجوم أسفر عن مقتل عدد إلى الآن لم يحصر حقيقة، ولكن أقرب الأرقام إلى الحقيقة بتقول أنه توفى في هذه الحادثة 142 شخص، 89 من المهاجمين والباقي من المارة ومن جنود وضباط الأمن الروسي، ومع الأسف منهم كان أيضا شركس. حادث مؤسف ما في شك، لكن أسبابه يعني ضاربة في عمق المأساة الشركسية. الرئيس أرسين قانوقة قال في نهاية الحادث كله بعد ما تضبضب، قال إنه الأسباب ربما تكون بعض هذه الأسباب قسوة الشرطة المحلية في التعامل مع الناس هنا. طبعا هذا كلام يعني يغطي جزءا بسيطا من الحقيقة، ولكن يعني الأسباب اللي أدت إلى هذا الهجوم كانت عميقة، وتبدأ من يعني انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1990 إلى التراكمات اللي حصلت وتسببت في هذا الحادث. الأسباب كانت أنه لما بدأ يعني الشعور الديني يقوى وبدأت الأنشطة الدينية، صار في تيار مقابل من الدولة لطمس هذه التوجهات الدينية ومحاربتها. وأيضا صار يعني في حركة انبعاث قومي ووطني، صار في توجه من قبل الروس لطمس هذه التوجهات. الحادث ما كان سهل. حاولت السلطات الروسية تبينه وكأنه حادث بسيط جدا. عدد المهاجمين اللي هاجموا النقاط 10 هذه حوالي 217 واحد، ثلثينهم من الشراكس المحليين، والثلث الباقي من الثوار المناصرين والمتعاطفين من الشيشان ومن الداغستان. روسيا مجرد ما سمعت بهذا الهجوم بعثت 1500 جندي نظامي و500 عسكري من القوات الخاصة لنصرة قوات الأمن الحالية. في اليوم الأول
كثير من المهاجمين استطاعوا أن يفروا إلى الجبال والغابات المحيطة بنالشيك، واللي بيعرفها واللي بيعرف مدينة نالشيك بيعرف أنه حواليها غابات صعب الوصول لها وصعب يعني تعقب الناس. في اليوم التالي اللي بقيوا جرحى أو بقيوا متحصنين وكانوا يعني عندهم ماخذين رهائن أصيبوا بإصابات بليغة جدا وحوصروا. اللي اعتقلوا منهم هناك شهادات موثقة على أنهم عذبوا عذابا شديدا وبعضهم مات تحت التعذيب. المراسلين اللي استطاعوا أن يصلوا إلى نالشيك في ذاك الوقت تحدثوا عن جثث مرمية في الشوارع وجنود الأومون يركلونهم ويفتشوا جيوبهم ويعاملونهم بمنتهى القسوة. الآن بالنسبة لادعاءات روسيا حول مثلا من يقف وراء هؤلاء الناس، طبعا طلعت ادعاءات من وزير الداخلية ومن نائب وزير الداخلية ومن عدة مسؤولين أنه هنالك في أصابع خفية وفي أيادي أجنبية وفي فلوس اندفعت وإلى آخره، يحاولوا أن يلبسوا التهمة إلى آخرين ويحاولوا أن يعني يظهروا الموضوع وكأنه مؤامرة خارجية لا علاقة لها بسخط الناس اللي في الداخل. نتائج هذه العملية مع الأسف كانت كارثية. أنا شخصيا رحت مع وفد من 7 أشخاص برئاسة الأستاذ فاروق نقوي اللي كان رئيس جمعية ذاك الوقت حتى نهنئ الرئيس قنوقوف. مدينة نالشيك كانت ثكنة عسكرية بكل معنى الكلمة. بكل مفرق طرق كنت تجد سيارة عسكرية روسية ينزل منها 4-5 أشخاص ويتجولوا حواليها بطريقة استعراضية. تحولت إلى سجن كبير هذه المدينة. هذه واحدة. الناحية الأخرى السلطة الروسية، الحكومة أو السلطة يعني الأمن الروسي في تحقيقاته لم يترك صغيرة ولا كبيرة. بعض أقاربي كانوا مدرسين في الجامعات أوقفوا عن التدريس، وبعضهم لمجرد أنه كانوا يدرس الشريعة الإسلامية كانوا المحققين يقولوا لهم أنتوا دربتوا إرهابيين وأنتوا السبب وأنتوا السبب. طبيعي الموضوع مش معزول عزل نهائي عن أي تأثيرات خارجية، ولكن سببه الأصلي كان هو التذمر الشديد اللي يعاني منه الناس. كما قلنا كثير من الشركس فقدوا وظائفهم وكثير منهم قدموا لمحاكمات زائفة. المؤسف في هذا الأمر أنه وجد حوالي 92 جثة لدى الروس تأخروا في تسليمهم. يعني كانت الناس لغاية 2007 طالب فيهم، ومع ذلك كانوا يقولوا مش عنا أو عند آخرين أو في منطقة أخرى وديناهم موسكو وكذا. يعني كان هذا نوع من الإيغال في القسوة على أهل وأقارب المتوفين في هذا الحادث، واللي بيدعم المقولة الأساسية أنه إذا أردنا أن نعمل على قضيتنا يجب أن نعمل عليها سلما، لأن العنف ليس في صالح القضية الشركسية، وهذا يعني سيتم الحديث عنه لاحقا. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على متابعتكم وإلى اللقاء.